في شخص بيجيلك في الحلم وتاني يوم تلاقي نفسك بتنفذ اللي قالك عليه وانت مش عايز، ولو رفضت بيحصل مصيبه. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك، ويلا نبدأ الحكاية. أنا أدهم. أول مرة شفته كنت نايم، حلمت إني واقف في شارع فاضي وبعيد شوية، كان في حد واقف ساكت بس بيبص لي. صحيت مفزوع وبدون ما أفكر قمت وفتحت الدولاب، طلعت علبة قديمة أنا كنت ناسي إنها موجودة أصلا. تاني يوم حلمت بيه تاني، بس المرة دي كان بيقولي أرقام كتبتهم على الحيطة أول ما صحيت، وأنا حتى مش فاكر ليه عملت كده. في الحلم اللي بعده قال لي أروح عند بيت مهجور، رفضت وقلت له كفاية كده بقى. صحيت لقيت وشي متورم والمراية اللي جنبي مكسورة. خرجت الشارع وأنا مش لابس غير بيجامتي، مش عارف أنا رايح فين، بس رجلي كانت بتجري لوحدها وفي لحظة وقعت على الأرض. من بعدها محدش شافني تاني. الأوضة فضيت بس في ورقة على السرير مكتوب فيها كنت قبلي، مين الجاي؟ والغريب في حد تاني نايم دلوقتي في نفس السرير.